السخانة 42 أنا مجددًا في الكوزينة بنت ندير هاد الوصفة تاع زمان اللي كامل الناس يحبوها، تابعوا معايا حبوباتي الفيديو راح تشوفوا واش حندير. هنا أول شي عندي البصل تاعي كنت قطعته هكا دي morceaux يكونوا كبار، علاش؟ باسكو البصل ما بغيتهاش تكون مرحية خلاص، يعني هاد الوصفة تحب البصل تكون شويح شادة روحي، هنا كي ترحيها في الأشواط أحسن تقصيها بالموس. مي كي يعود ما عندكش الوقت ديريها في الأشواط غير شوية هكا وطفّي عليه ما تخليهاش ترحى خلاص. هنا كيما راكم تشوفوا حبوباتي بعد ما رحيت هذاك البصل تاعي واش راح ندير؟ راح نفرغ هذاك البصل وراح نزيد نرحي بقية المكونات، عندي هنايا 2 حبيبات تاع طماطم وعندي أيضًا سنينات تاع ثوم. هنا حبوباتي الطماطم تاعي والثوم راح نرحيهم خلاص، يعني هنا في الأشواط راح نرحيهم تمامًا حتى يولي هذاك الطماطم تاعي تولي يعني liquide خلاص كيما راكم تشوفوا هنا حبوباتي، من بعد واش راح ندير؟ راح نضيف بقية المكونات اللي هي التوابل، بالنسبة للتوابل استعملت فقط راس الحانوت شوية فلفل أسود وعندي أيضًا شوية تاع ملح، هنا كيما راكم تشوفوا شحال نزيد نضيف المكونات تاعي عندي شوية تاع كزبر وطماطم conserve يعني ملعقة هكا متوسطة، وهنا عندي هاد شحم الخروف كنت ذوبته وحطيته يعني مع المكونات، هنا تقدري ديري الزيت أنا نستعملها هاد الوصفة تاع زمان تستعمل بالشحم أنا نديرلها شحم. هنا حبوباتي نحطها فوق النار يعني حتى طيب هاذيك البصل تاعك ونجي هنا العجينة تاعي، بالنسبة للعجينة ما فيها والو يعني السميد تاعك سميد أرطب، درت له شوية تاع زيت باش ما تجيش يابسة بزاف، وهنايا عندي شوية تاع ملح ونلمها بالما اللي يكون بارد عادي. حتى نتحصل على العجينة كيما سبق قُلت لكم تكون طرية ومتماسكة، هنا كيما راكم تشوفوا ما راحش نخليها تريح خلاص، هنا راح نعجنها يعني directement بالاستعانة باليد والّا إذا عندك بيتخا حُطي العجينة تاعك تتعجن يعني حتى تولي العجينة هاذيك تاعك تولي طرية خلاص، يعني علاه قُلت لكم أنا قبل ما تزيدولهاش الما بزاف باسكو كي تعجنيها راح تزيد تطرى هي، يعني الما حاولي كي تحطيه عينك ميزانك، هذا هو القوام تاعها، هنا راح نديرها دي بول صغار الحجم كيما هاكا، يعني ما يكونوش صغار خلاص وما يكونوش كبار خلاص، هاذيك الquantité دارت لي تقريبا 12 بول، راح نغطيها بكيس بلاستيك يعني هنا لازم ما تنفسش خلا ما يعطيهاش الهوا، خليها تريح يعني واحد نص ساعة هكاك ولا ساعة، وروحي هنا قرصيها عادي، هنا بالاستعانة أنا استعملت هاد الطورشون باسكو علاه العجينة كانت شوية طرية باش ما تتعبنيش في الخدمة وتلصق لي في البلان دو طرافاي تاعي، هنا كيما راكم تشوفوا الزينة تاعي راح نقرصها السمك تاعها يكون متوسط، ما تكونش رقيقة خلاص وما تكونش خشينة خلاص، كاين اللي يخليوها قرصة كيما هاكا ويزيدو يحطوا فوقها قرصة وحدوخرى، وكاين اللي يديروها كيما هاكا نص خبزة، هنا واش راح ندير؟ راح نحط هادوك الحشو تاعي بعد ما طاب كيما راكم تشوفوا فيه هنا، كيما سبق قُلت لكم يعني تاخدي ما ديريش شحم الخروف ديري الزيت وحده، وهنا أنتِ واش حبيتي ديري حبيبتي، حطيت هاذيك الحشو تاعي من بعد هنا حطيت فلفل خضر اللي كنت رحيته وخليته هاكا à côté يعني كاين الناس اللي يعني ما يحبوش الحرور، حطيته à côté يعني كاين حبيبات ندير فيهم الحار وحبيبات نخليهم هكاكا كيما راكم تشوفوا نغلقها bien باش هذاك الحشو ما يخرجليش من الحواف، من بعد هنا راح نطيبها فوق طاجين تاع النحاس، إذا كان متوفر عندك يعني ما يتوفرش عندك طاجين نحاس وعندك طاطين استعمليها عادي، وهذه هي وصفتنا البنات جات تهبل، نتمنى إن شاء الله تكون نالت إعجابكم، وصفة تقليدية وبنينة يعني نديروها من زمان، أنا نحبها يعني نديرها في الصيف في الشتا في الربيع كي نسخف عليها لازم نديرها، وهكذا نكونوا لحقنا لنهاية الفيديو، إذا عجبكم ما تنساوش تعملوني بجيم وكومونتير شباب كيما نتوما، أنا ما عليا غير نقول لكم اتهلاو في رواحتكم، et à la prochaine إن شاء الله.